السعادة وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. النهاردة نتيجة الثانوية العامة بقى. مبروك مقدما لكل الناس، ويا رب إن شاء الله تبقى أول سنة في التاريخ كل الناس تنجح فيها. بس عايز أقول لكم كلمتين مهمين لطلبة الثانوية العامة والأهالي طلبة الثانوية العامة. الثانوية العامة مش مقياس النجاح في الحياة، الثانوية العامة مش آخر مرحلة في الحياة، الثانوية العامة مش هتقولك أنت هتنجح في حياتك ولا لأ، والكلية اللي أنت داخلها دي مش شخصيتك. عشان تبقى فاهم يعني الناس اللي هتقيمك بشهادتك ولا بشخصيتك دي ناس ما بتفهمش، سيبك منها. البني ادم باخلاقه وتصرفاته. هنفترض ان انت كان نفسك في كليه معينه وما جبتش مجموعها، يا عم شوف مجموعك يدخلك ايه تاني وادخله. البلد دي بلدنا جمهوريه مصر العربيه، النجاح فيها مش بالشهادات يا حبيبي، نجاح بالعلاقات، بالاداء، بالمواهب الشخصيه. وبعدين الزمن اللي احنا فيه ده مش زمن بتاع شهادات، على رأي عادل امام كان زمان بيقول لك بلد بتاعت شهادات. دلوقتي البلد مش بتاعت شهادات يا حبيبي. انت لو طلعت ممثل ولا لعيب كوره ولا مطرب مهرجانات ولا بتلم نقطه ولا رقاصه حتى، هتكسب فلوس اكتر من اجدع دكتور في اجدع كليه. انا مش بقول لك تفشل، بس انا مش عايزك تتعامل مع ثانويه عامه ان ايه، لو ما جبتش مجموع ولا ما دخلتش كليات قمه. اولا ما فيش كليات قمه، انا هو واحد من كليه قمه بقول لك ما تبصش لحاجه كليات قمه وكليات قاع. البلد محتاجه مهندس ودكتور، ومحتاجه محاسب، ومحتاجه سباك، ومحتاجه نجار، ومحتاجه بتاع امن، ومحتاجه المهم انك تكون بتعمل حاجه مفيده، ويا سلام لو الحاجه دي انت شاطر فيها وبتحبها. غير كده ما تعتبرش ثانويه عامه دي اخر مرحله في حياتك. والاهالي بلاش والنبي ضغط على اولادكم، وما جبتش هندسه وتعيد السنه، وشوف ابن طنط توتو جاب كام وابن طنط كوكو جاب كام، وتيأسوا العيال. ومش نفسي بقى مره ثانويه عامه تعدي من غير ما ناس تكون بتنتحر علشان مجموع ولا كليه ما جابهاش ولا بلا ازرق. انا جاي لكم اهو من المستقبل وبقول لكم النجاح في مصر ملوش علاقه بالشهادات. ثانويه عامه مش اخر مرحله في حياتك، مجموعك في ثانويه عامه مش هو مجموعك في الحياه. يا رب كلكم تنجحوا ويبقى يوم حلو على الجميع، ونسمع زغاريت في كل حته ودوشه وشربات ومش عارف ايه، وبلاش نغيظ بعض. وده رزق بتاع ربنا، المهم تجتهد وربنا يوفقك في اللي هتعمله. صباح السعاده.